ازاي تحقق اقصى استفادة من اجازة نص السنة؟ اجازة نص السنة هي فرصة كويسة جدا عشان تقدر تشحن طاقتك وتكمل لاخر السنة ان شاء الله ولحد شهر 7. بس خد بالك ان الاجازة يعني اجازة، يعني تفصل فيها عن اي مذاكرة او تفكير فيها. ممكن تسافر مكان تتفسح فيه او تخرج كذا خروجة او تعمل اي حاجة بتحبها عموما. المهم ترجع بكامل طاقتك بعد الاجازة، بس ليها برضو بعض الشروط عشان الكلام ده يتحقق. اول حاجة انها لازم تكون اجازة موحدة، يعني واخد اجازة من كل الدروس ومن كل المدرسين. يعني ما ينفعش مدرس يديك اجازه مدرس تاني لا، او مدرس يديك اجازه اقل من مدرس تاني، لان بالتالي انت اللي هتضر ومش هتكون اخدت اجازه كامله تخليك تشحن طاقتك. تاني حاجه وهي انك تعمل فيها حاجه انت بتحبها زي ما قلنا. تالت حاجه هي انك تكون مخطط لها كويس وعارف انت هتعمل فيها ايه بالظبط، بحيث انك بالظبط تبقى عارف انت هتاخد كام يوم اجازه، ولو عندك تراكمات هتلمها فيها برضو ازاي، لان في ناس بسم الله ما شاء الله ما عندهمش تراكمات، فدول هيبقى معاهم الاجازه كامله. وما تفكرش انك لما تكون مخلص اللي وراك وما عندكش تراكمات وبرضو تقعد تفضل تحل في الاجازه انك كده هتسبق الناس التانية وتكون احسن منهم. صدقني اللي هيفصل دلوقتي هو اللي هيعرف يكمل للاخر. انت عامل اللي عليك من اول شهر 8 ومحتاج راحه فعلا. اما اللي عنده تراكمات كتير فدي انسب فرصه انك تلم تراكماتك وتحصل باقي الناس عشان توصل للي انت عايزه ان شاء الله. بالتوفيق يا شباب، سلام.